3 الفجر بالدقيقة. عقارب الساعة طبقت زي ما بيحصل كل يوم، وكأنها بتعلن بدء العرض. السكون في منطقة جاردن سيتي قاتل، مفيش غير صوت أنفاسي وأنا باصص للسقف مستني. وفجأة الصوت بدأ، صوت بيلي بيقع على الأرض وبيتدحرج ببطء مستفز فوق راسي بالظبط، للمرة 7 على التوالي، 7 ليالي متواصلة، نفس الصوت ونفس الميعاد بالدقيقة. وأنا عارف كويس جدا إن الشقة اللي فوقي اللي جاي منها الصوت دي فاضية ومقفولة بقالها 5 سنين. خليني أرجع بيكم لورا شوية علشان تفهموا أنا وصلت للحالة دي إزاي. أنا اسمي خالد، 32 سنة، مهندس ديكور. حياتي كلها عبارة عن مقاسات وزوايا وحسابات. طول عمري واحد عملي، ما بيؤمنش بحكايات الجن والعفاريت وخرافات الستات الكبار دي. بالنسبة لي كل حاجة ليها تفسير علمي أو منطقي. كنت دايما بضحك على اللي بيصدقوا الكلام ده، لحد ما انتقلت لشقة جاردن سيتي. الموضوع ابتدى قبلها بأسبوعين. كنت محتاج شقة قريب من شغلي في وسط البلد، وفي نفس الوقت يكون إيجارها معقول لأن ظروفي المادية ما كانتش ولا بد. بعد تدوير طويل، سمسار عرض عليا شقة في عمارة قديمة في جاردن سيتي. العمارة كانت تحفة معمارية قديمة، اسقف عالية وسلالم رخام. الشقة كانت في الدور الثالث، واسعة وتوضيبها قديم لكن أنيق. أهم حاجة السعر، كان لقطة بمعنى الكلمة، نص سعر السوق تقريبا، وده اللي خلاني أشك. سألت السمسار وأنا بلف في الأوضة الكبيرة: الشقة دي رخيصة كده ليه؟ فيها مشكلة؟ السمسار فرك إيده بتوتر وقال لي بابتسامة: أبدا يا باشمهندس، دي لقطة، أصحابها بس مهاجرين كندا ومحتاجين حد ابن ناس يقعد فيها ويراعيها، مش أكتر من كده، يعني مش باصين للمادة. المنطق بتاعي كان بيصرخ إن مفيش حلاوة من غير نار، بس جيب الفاضي كان صوته أعلى. استلمت المفتاح ومضيت العقد. أول أسبوع كان هادي، هدوء زيادة عن اللزوم. كنت بلاحظ حاجات صغيرة بس بطنشها. الهوا جوه الشقة كان دايما بارد حتى واحنا في عز الصيف، وريحة خفيفة بتظهر وتختفي زي ريحة حبل ليف قديم أو تراب مكمكم. كنت بقول لنفسي عمارة قديمة ورطوبة وده طبيعي. كنت برجع من الشغل الساعة 7 أو 8 بالليل، بعمل كوباية شاي وأقعد في البلكونة أخلص شغل على اللاب بتاعي وأنا بسمع فيروز. المنطقة راقية، الشارع هادي، والشقة واسعة ومريحة. كنت حاسس إني عملت صفقة العمر، لحد ما جت الليلة المشؤومة. كنت سهران بشتغل على اللاب بتاعي ومندمج جدا في التصميم. الساعة عدت 2:30 وفجأة سمعت الصوت لأول مرة. رفعت راسي للسقف. الصوت كان واضح جدا، زي صوت كورة بيلي من بتوع زمان، الكور الإزاز الملونة اللي كنا بنلعب بيها واحنا صغيرين دي، وهي بتقع على أرض صلبة. الصوت بقى أسرع، الكورة كأنها بتتدحرج دلوقتي، بتجري على الأرض فوق راسي. استغربت، مين اللي بيلعب بيلي في الساعة دي؟ قلت لنفسي أكيد عندهم عيل صغير صاحي، بكرة أكلم البواب. لكن بعد دقايق الصوت اتغير، ما بقاش بيلي، بقى صوت جر، حاجة تقيلة جدا، خشب زان ضخم بيتزق ببطء شديد على بلاط خشن. الصوت كان ماشي في اتجاه واحد من أول الصالة لحد فوق أوضة نومي ووقف. طلعت البلكونة وبصيت على شباك الشقة اللي فوقي في الدور الرابع. الشيش كان مقفول بالكامل والتراب عليه طبقات، وفي عش عنكبوت كبير ماسك ضرفة الشباك بالحيطة. مستحيل يكون الشباك ده اتفتح من سنين. رجعت دخلت وانا بكلم نفسي ممكن فار، بس ده صوت حاجة تقيلة، يكون حرامي. نمت بصعوبة الليلة دي، وفي المنام حلمت بحاجات غريبة. شفت راجل واقف في أوضة فاضية تماما بيلعب بكرة بيلي واحدة، بيرميها على الحيطة ويستناها ترجع له. وشه ما كانش واضح، كان مغبش زي الصورة المهزوزة. تاني يوم الصبح وانا نازل قابلت عم حسين البواب، راجل في أواخر الستينات، وشه طيب، قاعد على كرسي خشب جنب الأسانسير بيسمع القرآن من راديو قديم. صباح الخير يا عم حسين.
صباح النور يا باشمهندس، عامل ايه؟ مرتاح في الشقة؟ قلت له مرتاح الحمد لله، بس بقول لك ايه، هما السكان اللي فوقي في الدور الرابع عندهم اطفال؟ عم حسين رفع حجمه. الدور الرابع؟ ايوه الشقة اللي فوقي على طول، امبارح بالليل كان في دبدبة ولعب عيال. عم حسين سكت لحظة وبص لأرضية السلم، وبعدين بص لي تاني، ملامحه اتغيرت شوية كأنه كان عايز يقول حاجة لكن بلعها. الشقة اللي فوق حضرتك فاضية يا باشمهندس. فاضية؟ مستحيل، أنا سمعت صوت واضح. والله يا ابني الشقة دي مقفولة بقالها سنين. قلت له طب يمكن حد أجرها قريب؟ هز راسه وقال لي لا يا ابني، الشقة دي محدش بيقرب لها. كنت عاوز أسأل ليه، لكن رن موبايلي، اتصال من الشغل، اضطريت أمشي. طول النهار وأنا مش مركز، جملة عم حسين فضلت تتكرر في دماغي، محدش بيقرب لها. الليلة دي قررت إني مش هنام، أنا راجل علمي والشك هيجنني. فتحت اللابتوب وبدأت أدور على تاريخ العمارة دي، كتبت اسم الشارع ورقم العمارة. في الأول ما ظهرش حاجة غير إعلانات عقارات قديمة، بس لما دعبست في منتدى قديم لأهالي المنطقة لقيت تعليق يتيم من 4 سنين تقريبا لواحد بيسأل هي شقة الدور الرابع في العمارة دي لسه مقفولة بعد الحادثة؟ محدش كان رادد عليه، لكن الكلمة رنت في ودني، الحادثة. الساعة جت 3 إلا 5 تقريبا، قفلت اللابتوب وقعدت في الصالة. الجو بدأ يبرد بشكل مش طبيعي، برودة بتدخل في العظم رغم إننا في الصيف، والريحة الغريبة رجعت تاني، بس المرة دي كانت أقوى. ريحة مش بس تراب، لأ دي ريحة حاجة شيطة، زي ريحة حبل ليف بيتحرق ببطء، مخلوط بريحة عفونة مكتومة. طعم معدني غريب ملا بقي وريقي نشف. ولما الساعة دقت 3 بالظبط، صوت جر، صوت حاجة تقيلة جدا بتتزق على الأرض فوقي، زي دولاب خشب ضخم بيتجر ببطء مستفز فوق راسي بالظبط. أنا دمي غلي، الخوف راح وحل محله غضب الأدرينالين. قلت لنفسي ده أكيد حرامي أو مدمن كسر الشقة وعايش فيها، وعم حسين بيغطي عليه. دخلت المطبخ، سحبت شاكوش من صندوق العدة بتاعتي وفتحت باب شقتي وطلعت. السلم كان ضلمة كحل، لمبة الدور الرابع كانت محروقة وبتنور وتطفي الضعف وبترسم خيالات بتترعش على الحيطان. وقفت قدام باب الشقة اللي فوقي، الباب كان خشب قديم ومتقشر ومفيش حتى دواسة قدامه، والتراب متكوم عند العتبة بشكل بيأكد ان الباب ده ما اتفتحش من شهور. سمعت صوت تزييق خفيف، قربت ودني من الخشب علشان اتأكد. الصوت وقف لحظة وبعدين رجع. الصوت ما كانش بعيد جوه الشقة، الصوت كان ورا الباب بالظبط، صوت تزييق خفيف زي صوت مروحة سقف مصدية بتلف ببطء، أو جسم بيتحرك يمين وشمال وهو متعلق. قلبي كان بيدق لدرجة إني حسيته هيكسر ضلوعي. مسكت الشاكوش جامد ورفعت إيدي عشان أخبط بكل عزمي وأكشف إيه اللي جوه، بس قبل ما إيدي تلمس الباب بسنتي واحد صرخة ألم مكتومة، لا دي صرخة واحد روحه بتطلع. وجت بعدها خبطة مرعبة على الباب من جوه. الخبطة كانت قوية لدرجة إن الباب اتهز في وشي والتراب اللي عليه طار ودخل في عيني. أنا رجعت لورا خطوتين من الخضة واتكعبلت وكنت هقع من طولي. ما فكرتش ثانية واحدة، نزلت جري على شقتي وقفلت الباب بالترباس والمفتاح وسندت ظهري على الباب وأنا بنهج، كنت كأني بجري في ماراثون. ده مش حرامي، الحرامي ما بيصرخش كده، الحرامي ما بيخبطش الباب من جوه لما بيحس بحد بره. ما قدرتش انام تاني، قعدت على الكنبة في الصالة لحد الفجر ونورت كل الأنوار في الشقة وفتحت القرآن على موبايلي. كنت بقول لنفسي انت راجل متعلم يا خالد، مفيش حاجة اسمها أشباح، أكيد في تفسير. لكن جوايا كان في صوت تاني بيقول لي انت عارف ان في حاجة غلط في المكان ده. أول ما النهار طلع نزلت لعم حسين، المرة دي ما كانش فيه مقدمات، مسكته من جلابيته وزقيته ناحية الأسانسير. عم حسين يمين بالله لو ما نطقت بالحقيقة لأطلب لك البوليس حالا. مين اللي فوق؟ أنا سمعت صريخ وكنت هموت امبارح، لو مخبي مجرم فوق قول لي. عم حسين بص حواليه بتوتر كده وقال لي
يا باشمهندس خالد وطي صوتك ابوس ايدك، الشقة دي كانت شقة الأستاذ عادل الله يرحمه ويغفر له. سبت الجلابية وقلت له الله يرحمه يعني مات، طيب مين اللي بيصرخ فوق؟ عم حسين بلع ريقه وقال محدش، الأستاذ عادل انتحر في الشقة دي من 5 سنين. حسيت بقشعريرة نزلت على جسمي كله. الأستاذ عادل كان زيك كده بالظبط يا باشمهندس، مهندس وشاب ووحيد، وحتى ملامحكم كانت متشابهة شوية. جه سكن هنا علشان كان بيحب الهدوء، بس كان دايما مكتئب. وفي ليلة السكان سمعوا خبط ودبدبة، ولما كسرنا الباب لقيناه شانق نفسه بحبل غسيل في الجنش بتاع نجفة الصالة، وكان جسمه لسه بيتحرك. الكلمات نزلت عليا زي المطرقة، حبل بيتحرك ده بيفسر صوت التزييق اللي سمعته. حاولت اتمسك باخر خيط من المنطق عندي. طيب وليه ما حدش سكن مكانه؟ وليه الاصوات دي لسه موجوده؟ عم حسين بصلي في عيني مباشره وقال لي جمله جمدت الدم في عروقي: يا ابني اللي بيموت موته وحشه روحه بتفضل تعيد اللحظه دي كل يوم، والاسوأ ان الشقه دي نحس، اللي بيسكن تحتها بيبدا يسمع وبعدين بيشوف وبعدين. وسكت وما كملش. قلت له انا بحاول اداري رعشه صوتي. وبعدين ايه يا عم حسين؟ قال لي اللي سكن قبلك يا باشمهندس كان دكتور عاقل زيك، مشي بعد شهر واحد وكان بيكلم نفسه في الشارع. طلعت شقتي وانا دماغي فيها 1000 سيناريو، عقلي بيقول مستحيل، بس برضو انا متأكد من اللي سمعته وشفته. لو عم حسين صادق فاللي بيحصل فوق ده ايه يعني؟ اعادة تمثيل الجريمة كل ليلة؟ هو بيعيد موته مثلا؟ قررت اني لازم اشوف بعيني، مش هعتمد على ودني بس. جبت كاميرا صغيرة عندي فيها خاصية نايت فيجن بتصور في الضلمة، ووصلتها بباور بانك علشان تفضل شغالة وقت طويل. الساعة 5 المغرب والشمس لسه طالعة، استجمعت شجاعتي وطلعت الدور الرابع. ثبت الكاميرا في زاوية عالية في السلم مواجهة لشقة عادل بالظبط، وخافتها في وسط كراكيب كانت مركونة علشان محدش يلاحظها. نزلت شقتي وشغلت اللابتوب وربطته بالكاميرا وايرلس، وقعدت مستني الساعة 3 الفجر. قلت لنفسي لو في حد بيدخل ويخرج هعرف، لو في حيوانات هشوفها، لو مفيش حاجة يبقى أنا بتخيل. الساعة 3 الفجر قاعد قدام اللابتوب، عيني بتتحرك بين توقيت الشاشة وبين الصورة المباشرة اللي بتنقلها الكاميرا من بسطة الدور الرابع. الصورة كانت أبيض وأسود ومحببة بسبب خاصية الرؤية الليلية. السكون كان سيد الموقف لحد الدقيقة 3 ودقيقتين. في الشاشة لاحظت حاجة غريبة، باب شقة عادل بدأ يتحرك. أنا قربت وشي من الشاشة وبدأ عرقي ينزل بارد. تكة فتح الباب سمعتها بوضوح من ميكروفون الكاميرا. الباب اتوارب لجوه ببطء، والضلمة اللي جوه الشقة كشفت عن نفسها. سواد حالك، وفجأة ظهر الظل. على أرضية السلم ظهر ظل طويل ممدود لبره، ظل الراجل واقف. بس الغريب إن مفيش حد خرج من الباب، مفيش جسم يرمي الظل ده. الظل كان مفصول عن صاحبه، والأرعب إن الظل ما كانش واقف ثابت. الظل كان بيمرجح رجليه في الهواء يمين وشمال، حركة بندول الساعة أو حركة جسم متعلق في حبل. في اللحظة دي الكاميرا لقطت صوت همس واضح جدا، وكأن حد قرب بقه من المايك وقال كلمة واحدة: خالد. الهمس كان بصوتي أنا، بنفس نبرة صوتي بالظبط. أنا رميت اللابتوب من على رجلي وقمت مفزوع. ده يا شبح يا شيطان بيلعب بعقلي. قررت أهرب دلوقتي حالا. جريت على أوضة النوم، لميت هدومي ومحفظتي ومفاتيح عربيتي في شنطة أي كلام. وأنا خارج من باب الشقة اتفاجئت بحاجة وقفتني مكاني. صوت مية عالي جدا جاي من الحمام بتاعي. جريت أشوف فيه إيه، لقيت مية لونها بني غامق زي لون الصدى أو الدم القديم، بتنزل بغزارة من سقف الحمام ومغرقة الأرضية. قبل ما استوعب جرس الباب رن بإلحاح.
فتحت كان عم حسين ماسك مفتاح انجليزي وكشاف ووشه اصفر من الرعب. الحقني يا باشمهندس، الماسوره العموميه اللي في شقه المرحوم ضربت والشقه بتغرق، لو الميه فاضت هتبوظ سقف شقتك، معايا نسخه مفتاح قديمه هفتح بيها. استغربت، مفتاح؟ يعني انت هتفتح الشقه دلوقتي؟ ايوه يا ابني مضطر. مش عارف ايه اللي خلاني اطلع وراه، يمكن الفضول، يمكن جزء مني عايز يتاكد ان اللي شفته في الفيديو ده حقيقي. طلعنا السلم سوا، عم حسين كان بيتك على الدرابزين وبيطلع ببطء لحد ما وصلنا قدام الباب. الغريبة إن الباب كان مقفول مع إني شفته اتفتح في الكاميرا. عم حسين حط المفتاح في القفل، المفتاح ضرب بصعوبة، الباب اتفتح ببطء وطلعت ريحة عفن وريحة تانية، ريحة مكتومة زي ريحة حريق قديم. عم حسين جري على الحمام يقفل المحبس وسابني لوحدي في الصالة. الشقة من جوه كانت فاضية تماما، مفيش عفش، مفيش سجاد، مفيش ستاير، التراب كان مغطي كل شبر وكأن الزمن واقف هنا من سنين. وجهت كشاف موبايلي برعشة ناحية السقف مكان النجفة ما كانتش موجودة، بس كان في الخطاف الحديد بتاعها، وكان في بقايا حبل ليف مقطوع مربوط فيه. الحبل كان بيتحرك، بيتمرجح يمين وشمال كأن كان في جسم متعلق فيه ولسه نازل من عليه حالا. خدت خطوة لورا وفجأة سمعت نفس تقيل نهجان جاي من ورايا. اتجمدت في مكاني، ما قدرتش ألف. النفس كان قريب جدا كأنه جاي من ورا رقبتي مباشرة. وبعدين سمعت صوت همس خشن مخنوق: نورت بيتك يا خالد. لفيت جسمي بسرعة والرعب شل حركتي. في المراية القديمة المكسورة اللي كانت متعلقة على الحيطة شفت انعكاس، بس مش انعكاسي. شفت راجل لابس نفس لبسي، قميص أزرق وبنطلون جينز، بس وشه كان أزرق محتقن وعينه بيضة تماما ما فيهاش نني، ولسانه طالع لبره بشكل بشع. ورفع ايده وحطها على رقبته كأنه بيخنق نفسه وابتسم ابتسامة عريضة مستحيلة. بقه اتشق لحد ودنه، ورفع ايده التانية ومد صباعه وشاور لي: تعالى. صرخت بكل قوتي، زقيت عم حسين اللي كان خارج من الحمام وجريت زي المجنون على السلم. نزلت السلم طيران، خرجت من باب العمارة وطلعت على الشارع، ركبت عربيتي وسقت بسرعة جنونية. ما خدتش الشنطة، ما خدتش اللابتوب، ما خدتش حتى الموبايل من على الشاحن، هربت بعمري. عدى شهر كامل، أجرت شقة تانية في مدينة نصر، عمارة جديدة حديثة مليانة ناس. دفعت دم قلبي علشان أفرشها عفش جديد ورميت كل هدومي القديمة. حاولت أقنع نفسي إن اللي حصل كان هلوسة بسبب الإرهاق والوحدة. رحت لدكتور نفسي وبدأت أخد مهدئات. الحياة بدأت ترجع لطبيعتها لحد امبارح بالليل. الساعة كانت 3 الفجر، كنت قاعد في الصالة بقرأ كتاب والهدوء تام، وفجأة صوت بلي بيقع على الأرض. قلبي وقف. الصوت مش جاي من فوق، الصوت جاي من أوضة نومي أنا. مشيت ببطء ناحية الأوضة ورجلي تقيلة زي الرصاص. فتحت الباب، الأرضية كانت فاضية، مفيش بلي، بس الصوت لسه شغال. بصيت في مراية الدولاب واتسمرت. وشي في المراية كان شاحب وتحت عيني سواد. بقيت شبه عادل بالظبط، نفس الشحوب، نفس السواد تحت العينين، نفس الملامح. والأرعب إن لاحظت إيدي اليمين، إيدي كانت بتتحرك لا إراديا، صوابعي كانت بتخبط على خشب الدولاب بنفس الإيقاع. أنا اللي كنت بعمل الصوت، أنا المصدر. بصيت لانعكاسي في المراية وفهمت الحقيقة المرعبة. عادل ما كانش بيطاردني علشان يخوفني، عادل كان بيدور على وعاء جديد. روحه المكتئبة لقت في وحدتي وشكلي البديل المناسب. انعكاسي في المراية غمز لي بعينه وسمعت صوته اللي بقى صوتي بيرن في عقلي: الدور عليك يا هندسة، الحبل جاهز. بصيت للسقف
وشفت الجنش بتاع النجفة، وحسيت برغبة ملحة، رغبة قوية جدا مش بتاعتي، إني أجيب كرسي وأقف عليه.